مساء الخير عليكم شويبات، شحالكم ياك لاباس ياك بخير؟ ان شاء الله سعود اموركم بخير على خير. عدنا ونعود احمد ان شاء الله من اليوم اللي هي نبداو سلسله جديده من الماسكات على اليوتيوب. وقررت علي نبدا لكم بهذا الكريم الخرافي. طبعا الطفيلات انا قررت عن الكريمات اللي نسمي الدهان بهم نقلع منهم ديكاباج نهائيا، يعني ما تليت لي نستعمل ديكاباج لاني لاحظت مؤخرا عنه بدل ما يفتح لوني عاد يزرقني، يعني عاد كيعطيني نتائج عكسيه. فلي نخليه فقط في التبريمات، يعني نعود نعدل التبريمه اللي هي نبرم هذاك الوقت ونغسلها، اللي هي نتا ندير شويه من ديكاباج يعني لا نسبه قليله. اما بالنسبه لها الكريمات اللي دهين يعني يبقى في جلدك ما تغسليه، فقلعت منهم ديكاباج نهائيا وعوضته بزيوت معالجه اخير من ديكاباج. فنتمنى حتى نتوما تعدلوا كيفي، ولانه صراحه ما فيه خير، مواد كيماويه كامله كاع ما هي زينه. بالنسبه للطفيلات بين قوسين، الطفيلات اللي سولوني الماسكات اللي نبيع واش ندير فيهم ديكاباج، طفيلات الماسكات اللي نبيع انا ما ندير فيهم ديكاباج، ما ندير فيهم اوكسي ولا حسا والزريك، ما ندير فيهم الفانيل، يعني المنتجات التجاريه ديالي ما ندير فيهم هذا الشيء. منين يلحق كنسي المنتج وعدتي موالفه تستعملي ديكاباج تقدري تضيفي له ديكاباج، عدتي موالفه تستعملي اوكسي تقدري تضيفي اوكسي، موالفه كذلك تستعملي فانيد ولا شي فاتح شعير راك تقدري تضيفيه لحسا ولا زريك. اما انا المنتج يمرق من عندي طبيعي 100%. نرجعوا للماسك. كيف شفتوا قبط حليب البابايا الغني عن التعريف، تبارك الله يصقل ما شاء الله. حاولوا تقبلوا الطفيلات يبقى عندكم واخا ثمنه طالع شوي، ولكن راهو يستاهل. دخلوه في الكريمات المعالجه كيف هذو مثلا الكريمات المبيضه ديال الدهين، نتبعوا دخلوه في روتين ماسكاتكم، والله دهني به كاع لا هو وحده ريحته زينه تبارك الله. المهم ضفت منه واحد الكميه، وجيبوا اي كريم جلي سوليد عندكم، يعني اي ماركه، ما هو بالضروره ديك الجليسوليد ديال القصدير. انا صراحه نستعمل الماركه اللي جبرت، ما هو بالضروره، ولكن الا جبرته الحر بطبيعه الحال يكون افضل. درت من هذاك القدر، ولكن راني من بعد كملت البطه، ضفت البطه كامله. هون اخترت هذو الزيوت هما اللي هي نضيف زيت الحامض، زيت العرقسوس، زيت الورد. طبعا الطفيلات الا جبرتو ماركه الزيوت خير من هذه استعملوها. انا اللي ضيق الوقت ما قديت نكوموندي داك الزيت الحر، لاني الزيوت اللي نخدم بهم في الماسكات كنكومونديهم يعني. وهذا هذا الكريم اللي باغا نستعمل انا لنفسي ما بقى لي صراحه الوقت فاش نكوموندي، فاخترت عني ان نقبض هذو الماركات فقط باش نصور لكم ونعطيكم فكره، فهمتوني؟ غير حتى هذو راهم زينين ما تحقروهم، هذو الماركه ديال الزيوت حتى هما راهم كيعطيو واحد المفعول، ولكن الا جبرتو الزيوت ديالنا وهذوك زوينين. كيف تشوفوا راني ضفت هون زيت الحامض. الطفيلات فقط نصيحه ما تكثروا من زيت الحامض لانه ريحته مجهده. انا درك راني دهنه بالكريم وعاطي فيه لا زيت الحامض، ريحه زيت الحامض زوينه. بعد بالنسبه للطفيلات اللي يبغوا ريحه الحامض راهي زوينه، ولكن انا جاني قاصح شوي، حاولوا ما تكثروا، ديروا لا جوج كواتشي صغارات ولا كوتشاره واحده. انا كي تشوفوني يعني كثرت عيني كبيره. المهم ضفت زيت العرقسوس. كيف نعرف الطفيلات على العرقسوس؟ واحد المكون اللي عندنا نشوفوه بكثره في الخلطات وفي الماسكات، لانه فعلا عنده واحد النتيجه في التفتيح رهيبه ما شاء الله. وزيت الحامض كنعرفوا عن الحامض يعطي تفتيح، فحتى هو ضيفوه. وزيت الورد نعرفوا عنه حتى هو يعطي تفتيح خصوصا المناطق الحساسه. فاخترت هاو ثلاث زيوت اللي تبارك الله واحد الخليط زين ما شاء الله. هون اللي نضيف شيرلي. كيف تشوفوا معايا شيرلي ما خالك حد ما يعرفها، حتى هي مبيضه ما شاء الله. واحد المكون اللي زوين اللي هي نضيفها كامله كيف تشوفوا معايا. الطفيلات دائما الكميه على حسبكم نتوما، تقدروا تعرفوا الكميه تقدروا تقلوها. انا هاي الكميه ما شاء الله راه عطاتني هيك البطه، واخا بطه صغيره ولكن راهي كتفوات لك مده، يعني ما هو ما تشوفي انت بطه صغيره وتمي لها 3 راهي نقطه تبارك الله اللي هي ترطب لك ايدك وزناتك ما شاء الله. المهم جبت هون اوكسي نستعمل لها هيك الساشيه التحتانيه، هيك الساشيه الفوقانيه ماني اللي نستعملها. الساشيه الفوقانيه اللي نخليها نعدلها في تبريمه ثانيه اللي نصورها ان شاء الله ونشاركها معكم. كي قلت لكم نستعمل لها هذا الكريم الابيض اللي في الساشيه اوكسي هون كبديل للديكاباج، يعني
خاصة هون واحد المكون اللي يعطينا واحد التفتيح. انا لابد لي من تفتيح فوري فاخترت عليه نستعمل اوكسي باش تعطيني واحد التفتيح، واحد النسبة من التفتيح في هذا الكريم. هكا بديل الديكاباج تقدروا تستغناو عن اوكسي. صافي اللي نبدا نخلط هذو المكونات. حاولوا تخلطوا مزيان الين تخلط شارلي مع دوك المكونات باش ما تبقى شارلي محتربه. هون راني محدي نخلط، انا نخلط وانا نشوف. جاني الخليط عاقد شوي يعني مركز قباله، فاضطريت اني نضيف له كريم البابايا وضفت ذاك الباقي من كريم جلي سوليد. المهم اللي هنخلط الخليط ونكمل معكم باقي الوصفه.